السلام عليكم الحادقات، السلام عليكم المتتبعين ديالي. معكم ديليس رقية في نهار جديد وفيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم دائما تكونوا في احسن الاحوال. ان شاء الله هاد لا فيديو تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا هذا الفيديو غادي يكون ان شاء الله فيديو روتين محفز لبزاف ديال السيدات. فيه فطور، بعض الاقتراحات ديال الفطور، الغداء والكوتي مع العشاء. وغندير واحد جوج ديال الحليوات لان تقاداو ليا الحلوه في الدار وبغيت نصاوب حليوات وغنبارطاجيهم معاكم. بالنسبه للبنات، سبب الغياب ديالي كان شويه ديال العيا، شويه ديال الملل، شويه ديال يعني النفسيه كانت بصراحه تحت الصفر، وما كانش عندي بصراحه القانه باش نصور او نهز كاميرا ونصور. يعني بعض المرات كنت بلوكا البنات. ما عرفتش واش نتوما بحالي ولا لا. كنت بلوكا، ما كنبغيش نزيد في شي حاجه اللي كنديرها، حتى الخدمه ولا اي حاجه، يعني كانت بلوكا منها. ولكن كنتمنى الله يدير شي تاويل ديال الخير. هادشي اللي كاين. والبنات صراحه، علاش صورت لكم هذا الفيديو؟ البنات اللي قالوا لي لا كملي الرقيه على القناه ديالك، وفي الحقيقه تمحنت عليها وما بغيتش يعني نحبس منها بصراحه. كتجيني واحد الايام ديال كانت بلوكا شويه، بين ما ارتاحيت كتكون شويه ديال الضغوطات مع الوليدات، مع الحياه. يعني كتعرفوا المراه المزوجه عندها مسؤوليه، عندها بزاف د الحاجات، يعني كتكون شويه ديال الضغوطات. ولكن الحمد لله على الناس الزوينين اللي كيحفزوني. ان شاء الله نكون نعطيكم اكثر. وكنشكر صديقاتي والمتتبعين ديالي اللي كيتواصلوا معايا في الخاص، سواء على الواتساب او لا على الفيسبوك. كنقول لكم شكرا لكم. وانا رجعت لكم البنات بهذا الفيديو المحفز. هنا كيف ما كتشوفوا البنات عمرت كاس ديال اتاي. انا درت ليبطون، وليداتي يعني كيف العاده براد اتاي. انا ما كنشربش السكر، انا محيداه. صافي درت الطوست ودرت يعني حطيت داكشي اللي قسم الله عندي حطيته. البنات بغيت نهضر لكم على هاد لي رونجمون هادو اللي خديت، اولا هاد المنظمات الزوينين خديتهم من ساغا. خديت 3، وحده كندير فيها مثلا الطوست، وحده كندير فيها الكيك الطويل، وهذه كندير فيها جميع انواع ديال الفينوازغي، زوينه وعمليه. هنا درت الروبو ديال العجانه، يعني كنعجن الصراحه. والله البنات حتى هاد المده اللي ما حطيتش فيها كنت كنحس حتى العيا. يعني الواحد كيدير واحد الجهد وكيعطي واحد ليفور اللي هي كبيره في شي حاجه، يعني في الاخر الصراحه كياكلها. بحال انا كنعطي الجهد لشي حاجه، صافي في الاخر كنعيا البنات. انا عمرت القريعات ديال الزيت البلديه والزيت النباتيه. وهنا غندير معكم طويجين او لا واحد المريقه بالكوكوط عفوا، ما غنديرش اليوم الطاجين. البنات بجميع الخضر اللي عندي. اللفته البنات الحمر كيتواتى مع البطاطا وخيزو، كيتواتى مع اللحم كيجي رائع. هذا هو اللي غندير، كيحمق عليه راجلي بصراحه وكيبغي في الكوكوط ماشي في الطاجين. وانا غندير معاكم هاد لاصوب عاديه ديال الخضره، ما كنديرش فيها غير البطاطا. درت فيها اللفت شويه ديال القرعه المكور، ودرت واحد الطريف ديال القرعه حمراء، واحد خيزوه وحده صغيره. صافي هادشي اللي درت فيها. بالنسبه للعطريه كندير الكركم بوحدو، يعني الزعفران بلدي، وكندير واحد شويه ديال السكينجبير. وهنا درت جوج بيضات، يعني زعما البروتين. انا اللحم كنقلل منه، الدجاج ما كيواتينيش مع المعده ديالي. من الاحسن انا حيدته، كنرتاح البنات، خصوصا انا من النوع النباتي، والفصيله ديال الدم ديالي ما كتسمحش ليا باش ناكل اللحم. وهكذا كنكون بصراحه هادشي على اقتناع. كناخذ لا سوب ولا شلاضه ولا شي حاجه اللي هي نباتيه، و يعني بحال اللي حيدت مره اللحم. مره واحده اللي كناكلوه هو في الكسكسو. صراحه ما يمكنش ليا ناكل الكسكسو بلا لحم. صافي البنات عجنت الخبيز ديال وليداتي بالقمح. درتو على خبيزات صغار، انا كنقرصو رقيق باش ما كنبغيش هذيك البابه، بصراحه ما كتجيش زوينه. كنديرو رقيق كيجي زوين بزاف. وكنعجن الخبز ديال اليومين. هانتوما البنات كيفاش جا زوين.
صراحة كنعجن ديال اليومين هكداك، أولا ملي كيتقادى الخبز راه صافي كنشريه. بالنسبة للمريقة البنات جات معلكة وواعرة فنة باللفت الأحمر البنات جات زوينة، والباربا راجلي ضروري كياكل شلاضة مع الغدا، ضروري يا إما سالاد كبيرة أولا كندير ليه الباربا أولا غير خضرة وحدة، ضروري شي حاجة ديال الشلاضة. وهنا خديت البوكي حتى هو درت ليه غديوتو، درت ليه خيزو كياكل خيزو واللحيمة صافي. وانا لاصوب ديالي هي هادي درت عليها واحد الخويه ديال زيت البلديه صافي، ودرت طوست ودرت جوج بيضات مسلوقين. انتم البنات الروينه كامله هذيك كلها غندردك عليها دابا ولا غنحيدها دابا، خديت هاد البلاستيك ديال الموبيل باش نجمع هاد البقايا ديال الطعام شرب الخضره. وبالنسبه لاصوب كتجي فنه البنات زوينه، كندير ديال يومين، كندير بحال ديال اليوم وديال الغد. بعد ما حيت الغدا البنات ارتاحيت شوية، دائمًا كناخد واحد الساعة ولا ساعة ونص يعني كنرتاح فيها، ومن بعد كندير ليهم إما الكوتي أولا الكوتي مع العشا. هنا عندي الحريرة وعندي البطبوط سبق ليا ودرتهم البارح، يعني يوم قبل كندير ديال يومين. البطبوط ديال القمح الكامل ودرت الحريرة جات لذيذة وبنينة. صافي سخّنت ليهم الحريرة، سخّنت البطبوط وغنزيد عليهم التمر، البيضات هاكا، وغندير آتاي غنعمّر آتاي. صافي هادشي اللي كاين البنات. يعني هاد الوقت هذا مع تقريبًا 6، 6:30 يعني درت ليهم كوتي وعشا. وحتى ولادي إلا جاهم الجوع في الليل راه كياكلوا شوية ديسير أولا دانون، يعني هذا هو العشا مع الكوتي. هنا البيضات درتهم بزيت البلدية وغنرش عليهم شوية ديال الكمون مع خبيز بطبيعة الحال. وهنا البنات أنا عندي دائمًا هاد القاعدة أولا هاد الخاصية عندي في داري ومولفاها من زمان، ضروري كندير الحليوة يعني سوا اقتصادية. أنا كوني أنا كندير الحلوى كندير صابليات اللي كيجيوني حتى أنا اقتصاديين، كندير شوية الفقاس، كندير حليوات ديال اللوز، يعني هداك الشي على قد الجيب ديالي. وكنديرهم في الكونجيلاتور على قبل الضياف وعلى قبلي أنا الزوج ديالي ولا وليداتي، حتى هُما مرة كنحطو هكا طبيسيل ديال الحلوى، أتاي ولا قهوة ولا هادشي علاش. ولكن خصوصًا الناس دائمًا البنات نصيحة مني نديرو في قيقيس صابليات اقتصاديين بالزبدة الحيوانية أولا النباتية على قد البيدجي ديالك، أولا حتى إلا ما كنتيش كتعرفي الحلوى نكوموندي واحد شوية ديال الحلوى هكذا كيبقى للضيف البنات، سيرتو الضيف اللي كيجي بدون موعد. وكاينين بزاف تمنى حنا راه كيجيونا الناس بدون موعد، على الأقل كيكونوا عندكم شي حاجة اللي حاطينها، يعني المرأة اللالة والحرة هادشي اللي كدير. والمغربيات تبارك الله راه كلهم لالياتي وكلهم حرات كيديروا خلاتها الوالدة ديالي كنديروا حاجتنا ديال دارنا وحاجة ضيفنا، هذه كتقولها الوالدة ديالتي الله يرحمها، وهكذا حتى أنا كنديرها. كندير حليوات كنخليهم هكذا لوليداتي وكنخلي شي حاجة للضياف، وهكذا ملي كتقاضى راه كندير وحدة أخرى. هنا البنات شهيت هاد الصابلي أولا غريبة ديال الشهدة كيجي بنين، ولكن كنديروها البنات بالزبدة الحيوانية أولا الزبدة سونطرال باش كيجي بنين. نتوما إلا بغيتو ديروه بالزبدة النباتية راه كيجي، ولكن البنات كدير ليا الحرقة ديال البواطة الصراحة أولا المارغرين كدير ليا الحرقة. بالنسبة لهذا راه درت غير 125 غرام، يعني ماشي بزاف ديال الزبدة، كتجي البنات بنينة ولذيذة. إلا بغيتوها نحطها ليكم، يعني اقتصادية بصراحة ليا أنا، ولكن بنينة كنبغي نشربها مع قهوة كحلة. بالنسبة لداك اللوز اللي وريتكم راه عندي واحد لاكوموند ديال واحد الكليانة بغات 3 كيلو ديال الكعب غزال غنديرها ليها. وشوفوا البنات هنا الصباح راه درت غير الغدا والفطور، بان العشاء
اولا الكوتي راه درت داكشي اللي عندي في الثلاجه، يعني داك الحريره وداك البطبوط بقى لي داك المعينات دغيا زربت عليهم حيدتهم. بالنسبه لوليداتي الا جاعوا راه ياخذوا شويه ديسير اولا دانون كيف ما قلت لكم، يعني العشيه كامله غتبقى ليا. هنايا خدمت واحد المسلسل مغربي، ودرت هذاك 2 كيلو ديال اللوز اللي فسختها صافي البنات، ومشيت نعست. ولكن قبل ما نعس رانا درت الحليوه كملتها، وعجنت واحد العجنه ديال الفقاس حتى هي درتها في الفران. والصباح هنا غنقول لكم صباح الخير عليكم البنات. هنا خديت هذاك الفقاس لقيته بحال اللي رطاب، كنديروا ليه هذاك المنيدل فيه شويه ديال الماء وكنحطوه عليه باش ما كيجيناش فيه الكسور. هنا كيف ما شفتوا البنات الصباح انا رافقت بكري كنفيق باش كنصلي الفجر، الله يقبل لينا وليكم. هنا لبست السيرفيت ديالتي باش عندي حصه ديال لا مارش، عندي 3 جوغ باغ سيمين، كنديرها الثلاث والخميس والسبت كندير لا مارش، سوا كندير لا مارش او لا صال. المهم البنات انا صليت، بدلت حويجاتي، بقى ليا شويه ديال الوقت، قلت اشنو غندير هذاك الفقاص غنقطعو باش منين ندير لا مارش ونجي غنلوحو في الفران باش يطيب. هنا البنات جيت دوشت ودرت وهنا البنات راني صايمه لانني كنصوم حتى الاثنين والخميس، وان شاء الله في فيديوهات جايه غنقول لكم كيفاش، والقصه ديال الاثنين والخميس والقصه ديال المواظبه على الصلاه ديال الفجر حتى هي غنقولها لكم غتفيدكم وغتفيدكم بزاف. المهم البنات جيت تقريبا مع 9:30 هكذاك، سخنت الفران دغيا، طيبت فيه هاد الفقيقسات، والحليوه الاخرى راها موجوده. وصايمه البنات والنهار داز عندي زوين، انا كنسجل لكم حتى العشيه راه باقا ما فطرت البنات وانا كنسجل لكم هذا الفيديو، ومرتاحه وبخير. خرجت درت لا مارش، ما درتش شي ايفور، ما درتوش، يعني درت لا مارش حتى المنتزه ديالنا الناس. بالنسبه للناس ديال برشيد كنمشي حتى للمنتزه وكنجي تقريبا واحد ساعه ونص ديال لا مارش وكنرجع لداري، كنرجع بخير وعلى خير. المهم البنات هنا كملت لكم الفقاس في الخبيز وديك الحليوه، وان شاء الله كنوعدكم في الفيديو الجاي بغيت ندير واحد الشكيله ديال صابلي وحليوات حتى هما اللي غنشاركهم معكم. هادشي كله هو كنقادو في توبينات وكندير شي كنديرو في الكونجيلاتور الكبيره وشي كنديرو في الكونجيلاتور الصغيره باش ما كيتكونجلاش، يعني شي ضيف جا على غفله كيف ما قلت لكم، اولا حبيت ندير واحد البو ديال القهوه كحله مع فقيقساس كنلقاهم موجودين. وهكذا دائما كنصحكم ديروا شي حاجه كيف ما قلت لكم ديال الضيف. وبما انني انا جبت عليكم شي حاجه ديال الضيف، انا بغيت نبارطاجي معكم الكونجيلاتور ديالي اللي كندير كندير شي حويجات هكذا للضيف، حليوات شويه الفاكهه مثلا مسمان ملاوي، مثلا شي حاجه ديال البيتزا يعني العجينه ديال البيتزا. هادشي كله ان شاء الله غنديرو معكم في فيديو واحد باش نوريكم كيفاش مثلا تعاملوا مع الضيوف ديالكم، كيفاش تعاملوا مع ريوسكم مثلا الا كنتو مرض او عيانين ما قادينش طيبوا، يعني شي حاجه اللي كتعتقنا وشي حاجه اللي كدير لنا واحد اللي كتفتح لنا واحد الحلول ديال الراحه لكل سيده ولكل مرة. ان شاء الله هادشي غنبقى نبارطاجيه معاكم. بالنسبه لواحد لاستيوس غنقولوا لكم البنات اللي كيخدموا في لي كوموند راه ربما غادي تكونوا عارفينها، والبنات اللي مازال ما عارفينهاش نتوما غتكون عندكم فكره. بالنسبه لا بغيتو ديروا كونتيتي كثيره ديال الصابلي وديال الفقاس وخفتوه يبرد لكم سوا في الكونجيلاتور او لا على برا يعني في الكوزينه، غناخذوا واحد 2 ديال مثلا كل توبينه غندير فيها واحد الطريف ديال السكر. شنو الدور ديال السكر هنا؟ الدور ديال السكر هو كيمص لكم هذيك البروده، كيمصها باش ما كتخليش لكم الفقاس كيبرد وكيبقى هكذا كروستيون، كيبقى مقرمش حتى في الفم ديالكم. مني ديك المضغه ديال القرمشه كتبقى زوينه ديال الفقاس، لان ملي كيكون بارد ما كيكونش الفقاس زوين. هنا كنقول لكم الفقاس او لا اي حاجه معجونه بالدقيق ماشي اللوز كلها كندير ليها البنات، كندير ليها الطريفات ديال السكر. انا غندير لكم امامكم صافي.
وغنخبعهم في الكونجيلاتور، ما كتوقع عليها حتى شي حاجة. أنا أي حلوة البنات كنديرها في الكونجيلاتور، يعني كيف كنحطها في الكونجيلاتور كيف كنجبدها، يعني مقرمشة وزوينة. هنا كنقول لكم أنا انتهيت من تسجيل الفيديو، كنقول لكم مرحبا بكم المتتبعين الجدد اللي أول مرة كتدخل على القناة ديالي، فعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وبالنسبة للبنات ما تبخلوش عليا البنات المتتبعين ديالي القدام، الدار داركم، وكنقول لكم بسلام عليكم وإلى اللقاء.